ليه المحترفين بيفضلوا الشموع اليابانية على التشارت الخطي؟ في نوعين مشهورين من الرسوم البيانية، التشارت الخطي والشموع اليابانية. الشارت الخطي حاجة بسيطة جدا، بيوصل سعر الإغلاق من يوم ليوم، يعني بيوريك النتيجة النهائية بس زي ملخص الماتش. بس المشكلة بقى إنه بيخفي تفاصيل كتير حصلت جوه اليوم، يعني ممكن السعر يكون طلع ونزل جامد جدا وفي الآخر قفل على نفس السعر، والخط برضه مش هيبان عليه أي حاجة. علشان كده المحترفين بيستخدموا الشموع اليابانية، لأن الشمعة الواحدة بتوريك 4 حاجات. أول حاجة السعر فتح على كام، تاني حاجة أعلى سعر وصل له السهم كام، تالت حاجة أقل سعر وصل له السهم كام، رابع حاجة السعر قفل على كام. التفاصيل دي بقى كلها بتكشف مين كان مسيطر، البايع ولا المشتري، وده بيساعدك تاخد قرارات أدق بكتير من مجرد خط واحد. هقول لك مثال واقعي، الفرق بينهم زي الفرق بين إنك تعرف نتيجة الماتش بس وبين إنك تتفرج على ملخص الأهداف والفرص. التفاصيل بتخليك تفهم اللي حصل بجد. اسمع الخلاصه من اخوك درويش، التشارت الخطي بيوريك سعر الاغلاق بس، لكن الشموع اليابانيه بتديك صوره كامله عن حركه السعر، وعلشان كده هي ادق في التحليل. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.